السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو الثاني الخاص بتقييم المربين والمربيات. قبل ما نبداو ما تنساوش ملي نطرح السؤال يعني تحاولوا توقفوا الفيديو وتحاولوا تجاوبوا باش يمكن تعرفوا فين وصلتوا يعني في المراجعة. المهم نبداو بلا بروميير كيسيون. كو سيغنيفي لا بريفياسيون FMPS et l'NTH. D'accord. On va commencer par la première expression, c'est la FMPS. F signifie la fondation, M signifie marocaine, P signifie la promotion, S signifie préscolaire. On passe maintenant à la deuxième expression, c'est INDH ou l'NDH. I signifie initiative, N signifie national, D signifie développement, H signifie humain. Donc, l'expression NDH qui veut dire Initiative nationale pour développement humain. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. On passe maintenant à la deuxième question, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. La deuxième question, c'est... Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Quels sont les axes de fondation marocaine? On a 3 axes de fondation. Le premier axe, c'est éveil. La deuxième, c'est éducation. La troisième, c'est apprentissage. يعني التفتح والتربية والتعلم. On passe maintenant à la troisième question. Quels sont les outils de l'éducateur? Le premier outil, c'est cahier de journal, المذكرة اليومية. La deuxième, emploi du temps, استعمال الزمان. La troisième, c'est la répartition annuelle, التوزيع السنوي. La quatrième outil, la fiche pédagogique, جدادة التربوية. La quatrième, la guide pédagogique, دليل المربي. On passe à la question suivante. Quels sont les pédagogiques de l'enseignement préscolaire? ما هي البيداغوجيات المعتمدة في التعليم الأولي؟ On a pédagogique du jeu, pédagogiة اللعب, pédagogique différentielle, pédagogiة الفارقية, pédagogique du projet, pédagogiة المشروع. نمر إلى السؤال الموالي. تعريف المربي. أعطي تعريفا للمربي. المربي هو فاعل محترف في مجال التربية ما قبل المدرسية، فهو يعمل على تربية الأطفال ورعايتهم رعاية صحيحة وسليمة، وكذلك يساهم بشكل كبير في تنمية شخصية الطفل تنمية شاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا وسلوكيا ودينيا. السؤال الموالي: ما هي صفات المربي؟ أولا نجد أن يكون مهتما بتربية الأطفال، لديه الرغبة في التعامل مع الأطفال، لديه المهارات يدوية تساعده في صنع الألعاب، أن يكون اجتماعيا بطبعه لتسهيل العملية التواصل. كفاءات المربي: القدرة على التواصل مع الأطفال والآباء، الثقة بالنفس وحس المسؤولية، اللياقة البدنية والقدرة على التحمل، روح الفريق، الحس الإبداعي. نمر إلى السؤال الموالي. مهام المربي. من مهامه إنجاز الملصقات التربوية، تنظيم أركان القسم، إعداد الجدادة التربوية، وكذلك استعمال الزمن، القدرة على العمل الجماعي.